السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في القناه. اليوم جبت لكم كما شاهدتوا صور خبز ساندويتش. راح يجي بزاف بنين هذا الخبز وخفيف من اروع ما يكون. راح يجينا خفيف قطني والبنه ما نحكي لكمش تقولي عليه كرواسون ولا بغيوش. راح يجيك بزاف بنين وبزاف شباب. هذا الخبز راح تصايبيه. انا كبرت كرشي، عملت كميه كبيره، نتوما تقدروا تنقصوا من الكميه. انا حطيت 6 اكواب تاع الفارينه او الدقيق الابيض، وكاين فرينه يتشرب كاين فرينه اللي ما تشربش. انا حطيت 6، تقدروا تحطوا 5 اكواب ولا 5 كيسان تاع الفارينه اللي هي الدقيق الابيض او طحين. انا حطيت 6 قلت لكم. تقدروا تخلوه نتوما للعشاء، يعني تعملوه فطور وعشاء، او تقدري تقسمي العجينه وتحطيها في الثلاجه، راح تصبح بزاف شابه الثلاجه ديالك غدوه من داك. حطيت هنا 2 ملاعق تاع خميره الخبز اللي هي الخميره الفوريه، وحطيت ملعقه كبيره تكون بومبي تكون مملوءه جيدا تاع السكر. حطيت هنا نصف ملعقه تاع ملح. نخلط النواشف، نصف ملعقه كبيره تاع الملح ونخلط النواشف. حطيت هنا ملعقه كبيره تاع الخل وملعقه كبيره تاع العسل. العسل هو اللي راح يعطيك الخفه هنايا، يعني حاولوا كيفاش تحطوه. وملعقه كبيره تاع الزبده. هاد الخبز بملعقه تاع زبده، يعني جد اقتصادي. هنا جمعت بالحليب، اللي ما عندهاش تجمع بالماء عادي ما كاين حتى مشكل. جمعنا بالكوب الاول تاع الحليب يكون دافي كما شفتوا. ملعقه عسل، 2 ملاعق خميره، ملعقه تاع سكر وملعقه تاع خل وملعقه تاع زبده. وصفه من اروع ما يكون، راح يجيك كيما البريوش. هنا جبت الكوب الثاني وزدت حوالي ربع كوب باش نتحصل على العجينه تكون طريه وتلتصق قليلا في اليد. جمعت العجينه ديالي، ملعقه تاع الزبده نقدروا نخلوها هنا ونحطوها، يعني كي نكونوا حندلكو نحطوا هذيك الملعقه تاع الزبده. انا حطيتها مع الحليب او مع العجينه ككل وخلط. قلت لكم هنا تقدروا يعني ما تضيفوش ملعقه تاع الزبده، حتى نجو ندلكو ضيفوا هذيك الملعقه تاع الزبده تعطيكم قوام ايضا رائع للعجينه ديالكم. هنا نبدا ندلك العجينه ديالي، يعني حوالي دقيقتين لازم ندلكو العجينه ديالنا باش يجينا خفيف الخبز ديالنا. يعني الملعقه تاع العسل والملعقه تاع الزبده والدلك راح يعطونا قوام ولا اروع العجينه ديالنا. قلت لكم قبل الدلك لازم تكون تلتصق قليلا في اليد العجينه. واعتذر بعد ما جمعت العجينه ديالي خليتها ارتاحت ربع ساعه حتى 20 دقيقه. انا زربت هنا الفيديو على هذيك اللي ما بانتليش، نسيتها يعني. قلت لكم خلينا العجينه ديالنا ارتاحت من ربع ساعه حتى 20 دقيقه. اللي عندها الوقت تخليها تختمر حتى تطلع كامل في الغيسيبيون ديالها. قسمت العجينه ديالي لعده قطع. شوفوا شحال من قطعه جاتني، علاش قلت لكم كبرت كرشي هنايا. المهم هنا جاتنا تقريبا 18 ولا 19 18 خبزه. قسمت الكريات ديالنا لازم يكونوا صغار، لانه الخبز راح ينتفخ وراح يزيد يخمر، راح يكبر الحجم ديالو. الشكل ديالو كما راكم تشاهدوا. نفتح الكويره ديالي، انا ما ننصحكمش تفتحوها بيدكم باش يجي الشكل تاع الخبيزه ديالنا يجي املس. حلوها بالحلال كما شفتوا. كنت نفتح بيدي من بعد وليت نفتح بالحلال. فتحت العجينه ديالي تقريبا رقيقه وبديت نلوي في الخبزه ديالي. العجينه نفتحوها تقريبا مستطيل كما شفتوا او مربع، ونبدا نلوي في الخبزه ديالي. حاولوا تفتحوا العجينه شويه رقيقه ونلوي العجينه ديالي كما شفتوا. نتوما هنا راح تقولوا بلي راهو رقيق الخبز، لكن راح يخمر ويكبر الحجم ديالو، يتضاعف بزاف الحجم ديالو. راني نغلق في الجوانب، تقدروا تخلوهم كما كانوا عادي ما كاينش مشكل، يعني تلوي فقط وتحطي المهم تغلقوا من التحت، لكن راني نهضر على الجوانب. تقدروا تخلوهم دوك تشوفوا معايا. تقدروا هنا تغلقي فقط من الاسفل وتخلي الجوانب مدورين كما راهم. نغلقوا فقط هنا وهذا الجانب وخلوه كما راه محلول ما كاش مشكل، لكن انا غلقتهم هذوك الجوانب من الاسفل. اذا ما غلقتيش راح تتحلك الخبزه.
كي تكون طيب، يعني من الاسفل لازم نغلقوا الخبزه ديالنا ونزيد نلوي نملس الخبزه كما راكم تشاهدوا باش يروحوا لنا هذوك الشوائب اللي يكونوا في العجينه. جينا الخبزه ملساء لازم نزيدو نلوو بيدينا او نملسو بيدينا الخبزه ديالنا ذهبا وايابا. هنا حطيت في الصينيه ديالي الخبز، شوفوا شحال يكون رقيق، وشوفوا بعد ما يخمر كيفاش يصبح. قلت لكم راح يتضاعف الحجم ديالو. هنا عطوه الوقت البنات، لازم يخمر لنا الخبز ديالنا جيدا. شوفوا كيفاش يولي خفيف ريشه، لازم يختمر، يعني قد ما خليتوه خمر قد ما جاكم خفيف الخبز ديالكم وشباب. انا للامانه شعلت الفرن ديالي، الكوشه ديالي شعلتها، سخنت واحد شويه، من بعد طفيت عليها ودخلته يخمر داخل الفرن. هنا راح يخمر لك يعني بسرعه، ماشي ندخلوه مشعول وندخلوه لداخل، ندخلو الصينيه او الخبز لداخل يخمر، لا لا، نسخن الفرن ديالي واحد شويه، نطفي عليه وندخل صينيه تخمر لداخل. اكيد غطوا عليه مليح لانه رانا في يعني الحال بارد كما تعرفوا، في وقت البرد نغطي عليه جيدا وخليه يختمر. خصوصا انا ما خليتوش يخمر في المره الاولى، يعني في الغيسيبيون ما خليتوش يخمر يطلع مليح، خليته ربع ساعه حتى 20 دقيقه في الاول. اللي يحب خفه على خفه يخليه يخمر في الاول جيدا حتى يطلع يتضاعف الحجم ديالو في الغيسيبيون. من بعد يقطع الكريات ويشكل الخبز ديالو، وايضا يزيد يخليه يختمر. بعد ما يشكل الخبز ديالو لازم نزيدو نخلوه يختمر يضاعف الحجم ديالو. شوفوا كيفاش جانا لداخل. طريقه الطهي ديالو، تسخني الفرن جيدا، لازم يسخن لك مليح مليح الفرن ديالك، الكوشه ديالك. من بعد نقصوا لدرجه الحراره تكون متوسطه، يعني غير دخلي الكوشه عفوا الصينيه ديالك للكوشه للفرن. بعد ما تدخليها للفرن تنقصي، يعني في الاول تكون على اعلى درجه، تسخني الفرن ديالك على اعلى درجه. من بعد تخلي الصينيه ديالك تنقصي على درجه تكون متوسطه لانه طلعت للاعلى. الصينيه ديالي انا طلعتها للاعلى، اذا حطيتيها في الوسط تنقصيلو على اقل درجه، يعني على درجه تكون قليله. المهم انا طيبته على درجه متوسطه وطلعت الصينيه ديالي للاعلى كامل. شوفوا كيفاش يجي لداخل مثقب خفيف بزاف بزاف، مهوي، يعني خبز ما شاء الله. راح يجي من اروع ما يكون، بملعقه فقط تاع زبده كما شاهدتوا. والله البنه ديالو تقولي عليها بريوش ولا كرواسون، راح يجيكم بزاف بنين. هاد الخبز تقدروا تاكلوه وحده، يعني تتناولوه وحده كيما راه. ديروه لونجا للاطفال ديالكم، تحطوا لهم يعني كلونجا، يعني كوجبه من اللونجا ديالهم. تقدروا تحشوه بالشوكولا، تقدروا تحشوه باللي حبيتوا، بالجبن فقط، راح يجي من اروع ما يكون. هنا تقدري تحضري بطاطا مقليه، دجاج، تحضري واش حبيتي تحشيه الداخل. انا فضلت يكون سريع، حطيت كميه تاع الجبن طري، حطيت باتي ولا لونشون ولا حطي واش حبيتي. تقدروا تحطوا طونه، حطيت طماطم كما راكم تشاهدوا، درت الزردة هنايا، درت وعده كما يقولوا، درت كميه كبيره لكن خليت كميه للعشاء، يعني فطرنا به وخلينا كميه للعشاء. راح يجيكم ما شاء الله خبز من اروع ما يكون، وخبز سندويشات من اروع ما يكون. هنا كما شفتوا صينيه ثانيه حطيت فوقها الجلجلان، جاني شباب ايضا ويجي بزاف بنين. تحبوا ما تحطوا والو من فوق، تحبوا تحطوا جلجلان كيما حبيتوا. هادشي يولي لكم والحشو يولي لكم. انا فضلت يكون سريع، هاد السندويشات يكونوا سريعين، يعني حطيت حاجه خفيفه فيه وحاجه سهله هكذا، وجا بنين وعجبهم ما شاء الله، يعني خفه وبنه. الملعقه تاع السكر فقط حطوها بومبي تكون مملوءه جيدا كما قلت لكم. اللي ما ملأتهاش مليح تحط ملعقه ونصف تاع السكر باش يجينا بزاف بنين. كما تعرفوا كما الهامبرغر يجي بزاف بنين لانه فيه السكر. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. نستنى تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي اللي هو طياب سهل، نرحب بكم كامل فيه. ما تنساوش تصوروا التطبيقات ديالكم وتبعتوا لي صور ديالكم، ان شاء الله يعجبكم ويجيكم ناجح وتفرحوا به. نقولكم بصحتكم، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم
عجبكم، واذا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش بالاعجاب والاشتراك، ونقولكم شاركوا الوصفات كاملين مع الاحباب ديالكم باش يستفاد منه اكبر عدد ممكن. نقولكم تهلاو في روحكم بصحتكم، عطله سعيده ومع السلامه.